يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. تعالوا نعمل شوية كبدة كده اسكندرانية على اصولها، وهتعجبكم جدا جدا، وهقول لكم على اسرارها كمان، ازاي تطلع ريحتها كده تجيبك من اخر الدنيا. واخواتي الاسكندرانية اللي موجودين عندي على القناة، اثبتوا وجودكم واثبتوا ان فعلا الطريقة دي الاسكندرانية على اصولها. تعالوا كده معايا بولة فاضية. المكونات معايا هستخدم الملح والشطة، طبعا الشطة على حسب الرغبة، والكمون والكزبرة الناشفة، وشكرا. هنزل بالمكونات دي في البولة الفاضية، وكمان نص ليمونة. هعصر الليمونة كده نص ليمونة، لان انا حاطة نص على الكبدة عشان تنزل كل الزفارة اللي فيها. ومعايا كده معلقه هريسه شطه، ودي اختياري، ممكن تستخدمي حبه شطه قليلين او المعلقه دي. فانا هحط كده معلقه هريسه من الشطه، ودي طبعا اختياري على حسب ما انتوا تحبوا. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده. وكمان معايا معلقه من الثوم المفروم. مش قادره اقول لكم الخلطه دي ريحتها عامله ازاي، وهي فعلا اللي هتثبت طعم الكبده الاسكندرانيه على اصولها. بصوا ده شكل الخلطه كده. هنعمل ايه بقى؟ معايا الكبده بتاعتي. الكبده انا مش غسلاها، الكبده يتعصر عليها ليمون وتتصفى كده في مصفى، وتحطيها تكون بالشكل ده كده. هنزل بيها على الخلطه اللي انا عملتها معايا. بصوا بقى، هقلب كل الكلام الحلو ده على الكبده. بصوا عايزاها تكون واضحه كده. بصوا الكبده ما خدتش وقت خالص، ومكوناتها سهله، وكمان هتعجبكم جدا جدا. هنسيب الكبده كده 10 دقايق تشرب من التتبيله، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا يا ست الكل، كده طاسه او صينيه زي ما تحبي على النار، سيبيها تسخن. حطي 3 معالق كده كبار من الزيت. السر بقى اللي يجيبك من اخر الدنيا لريحه الكبده، شويه من التتبيله تنزلي بيهم على الزيت، الريحه بتاعت الثوم تطلع كده، تنزلي بالكبده. هما في المحلات بيعملوا كده، وكبده العربيات بيعملوا كده عشان الريحه تفحفح الدنيا. معايا بقى الكبده، الزيت بتاعي كده يكون سخن على النار، وانزل بالكبده بتاعتي. هنزل بالكبده، انا مش هقلبها، بس هوزعها كده في الزيت عشان تاخد صدمه كده وتحتفل بالطراوه بتاعتها. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. اخواتي بقى الاسكندرانيه يثبتوا وجودهم هنا، فعلا الطريقه دي على اصولها ولا ايه؟ لحد ما تاخد تشويحه كده من تحت، وهنقلب. والكبده بقى تبتدي تاخد لون كده وتدي تشويحه محترمه. معايا بقى الجبار الفلفل الالوان، تقدروا تستخدموا فلفل رومي، تقدروا تستخدموا كمان شطه تكون حاميه، دي حاجه اختياري، بس انا هستخدم فلفل الوان. هسيب بقى الفلفل كده ايه يدبل مع الكبده بالشكل ده كده. وهنا الكبده بتاعتي استوت وبقت بالجمال ده، بجد هتعجبكم جدا جدا جدا، لازم تجربوها. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الطريقه لازم تشجعوني وتكتبوا لي رايكم ايه، وكومنت حلو كده، وتقولوا لي رايكم ايه في الجمال ده. وشكرا ليكم. وكده الكبده بتاعتي استوت وبقت بالجمال ده، بجد هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوني تدعموني وتقولوا لي كده كلمه حلوه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اللايك
شكرا ليكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الطريقه تعملوا لي متابعه في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتدوسوا لايك وتقولوا لي كومنت حلو. شكرا ليكم.